ما تستغربوش ان انا اول راقصه تنوره، بس دي فعلا حقيقه. والموضوع بدأ معايا من حوالي 9 سنين. شفت التنوره عجبتني جدا، حبيت اتعرف عن التنوره، فلقيت كل اللي بيعملوها شباب، مفيش اي بنت بتعملها. طب واحنا ليه يعني؟ احنا دلوقتي في المساواه، الشباب زي البنات، مفيش حاجه اسمها شباب وبنات. فحبيت اعرف ايه سرها، مثلا ان الشباب بس هي اللي بتعملها مفيش بنات. ف يعني عرفت سرها، مفيهاش اي حاجه، هي تمرين، حب للتنوره. لما احب التنوره، التنوره هتديني. قعدت اتمرن عليها، عرفت ايه التمرينات اللي المفروض تكون للتنوره، فبدات اتمرن عليها. كل الحوار ان انا لازم الف في اليوم حوالي ساعه ساعتين عشان اكسر حاجه اسمها دوخه، وما ادوخش تاني وانا بلف. فلقيتها سهله ومش صعبه. آه لما جيت اتمرن، في ناس كتير وقفت في حياتي ان هي ما ينفعش ان بنت تلف تنوره. لكن انا تحديت الناس، تحديت كل اللي وقف في وشي، وقلت لازم اوصل ان انا اكون اول بنت بتلف تنوره. وفعلا الحمد لله وصلت ان انا اول بنت تكون بتلف تنوره. تقوم فكرة التنورة على اللف والدوران حول النفس، كأن الراقص بيحتفل بالكون أو بدورة الحياة. احب اعرفكم اللي ما يعرفش يعني ايه تنوره. التنوره واصلها ايه؟ التنوره اصلها تركي. اول ما عملها جمال الدين الرومي، كان عاملها مولوي. اللبس بتاع التنوره المولوي هو عباره عن طقم ابيض، جيبه واسعه كبيره، طربوش احمر. بعد كده احنا جبناها هنا عندنا في مصر، حرفناها شويه فبقت صوفي، فبقت اللبس عادي، الوان عاديه، وتنوره سودا او بيضه او اسود فابيض. وبقينا طورنا فيها اكتر، فعملناها بقت تنوره استعراضي، دخلنا فيها نور ودخلنا فيها تراكات ودخلنا فيها حاجات كتير وكده. اصل التنوره على ما سمعت من مقوله يعني ان كانوا بيصلوا ركعتين، وبعد ما بيصلوا ركعتين بيبداوا يرفعوا دماغهم للسماء وايديهم للسماء، ومنهم يعني بيحسوا ان روحهم كلها طايره في السماء، ويبداوا يلفوا 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 لحد ما ايه، هم بيحسوا ان هم لما بيلفوا بيكفروا بذنوبهم لربنا يعني، ويفضلوا باصين لفوق، محدش حاسس بحد بالتاني، واكنهم طايرين من السماء وروحهم طايره فوق. وكل حركه بيعملوها ليها معنى، ايديهم فوق ليها معنى، ايديهم تحت ليها معنى، وهي مفتوحه ليها معنى، وهي مقفوله ليها معنى. كل حركه بيعملوها ليها معنى، مش موضوع كده وبس. وبيبداوا كل واحد بيحس ان هو طاير من على السماء، من على الارض للسماء، وروحه رايحه لربنا، وان هو بكده بيكفر من ذنوبه. يعني هي دي مقوله انا سمعتها ان دي اصل التنوره يعني. انا اصلا بداياتي كانت ماما كانت شغاله في المسرح وانا كنت معاها، وبعدين عرفت ان في فرقه اسمها فرقه اطفال مصر. كان عندي 6 سنين، اشتركت في الفرقه ديت. وبعد ما اشتركت فيها كان اصل فن شعبي، وبعد ما اشتركت في الفرقه ديت حبيت التنوره، وشفت ان التنوره حاجه كويسه، حاجه ممكن تضيف لي. فبدات اتجه من الفن الشعبي الى التنوره، وتركت الفن الشعبي خالص وبديت للتنوره بس. قعدت الف اعمل التنوره واتدرب عليها كويس عشان اوصل للمكان اللي انا عايزاها. اول ما جيت اتمرن في التنوره، في ناس كتير وقفت في وشي وما كانتش عايزاني الف، بس انا صممت وحاولت. وبعد كده اتعرفت على جوزي، وبعدين هو جوزي اصلا راقص تنوره، فهو اداني الحافز. ازاي ناس كتير رفضت ومنعت وقالت لا، هو اداني الحافز. ماما دعمتني وقالت لي انا معاكي، واي حاجه تحتاجيها انا معاكي فيها، من لبس، من اكسسوارات، اي ماديات يعني معاكي فيها. معنويا كانت ماما وبابا واقفين معايا. بعد كده لما جيت اتمرن، طبعا محتاجه اي حد برضو، حد بتاع تنوره يكون فاهم، يديني برضو اساسياتها، يديني السر بتاعها برضو.
بس ما لقيتش حد كان واقف جنبي، وكان في ناس كتير مش عاجبها كده يعني، ناس كتير كانت ممنعه. بس ربنا بيحبني. قابلت جوزي هو راقص تنوره، فلما عرف ان انا حابه وعرف ان انا عايزه اكون راقصه تنوره ما منعش، وقف جنبي، بدا معايا واحده واحده. وبصراحه العيله عندي كلها ما حدش مانع معايا، لا ماما ولا بابا، وكلهم بداوا يديني الحافز ان انا فعلا ليه ما كنتش راقصه تنوره يعني. كل اللي كنت بطلبه بيديهوني. حتى اول عده الف بيها عده تنوره كانت بتاعته في الشيس عملت. وقف معايا كتير يعني، وماما وقفت معايا وساعدتني، والحمد لله بفضلهم ليا وبعد ربنا طبعا انا وصلت اللي انا فيه دوت. وان شاء الله ان شاء الله يعني اكون عند حسن ظن الناس كلها، وعند حسن ظن كل اللي وقفوا جنبي وساعدوني، وافضل من تقدم لتقدم عشان ما اخذلش نفسي ولا اخذل اللي وقفوا جنبي. وفي ضمن اللي انا فيه ده كله في صعوبات واجهتها في حياتي وتحديات عشان اوصل اللي انا فيه دوت. من ضمن الصعوبات ومن ضمن التحديات اني في الفرقه اللي انا كنت فيها كان كلها شباب طبعا. لما عرفوا ان في بنت هتلف تنوره ناس كتير قالت لي لا وهتتعبي وده غلط على البنت وقلب ومش عارفه حاجات كده هتقف. فطبعا انا حسيت ان الموضوع يعني مش حقيقي، يعني ما انتوا ايه زياده عن الولد عن البنت ان هو بيلف وانا لا، يعني ده موضوع مش تمام. وتاني تحدي اللي خلاني ابقى بتاع التنوره ان انا كنت في الفرقه وقعدت اسبوع او اكتر من اسبوع مجهزه حالي ان انا هقدم عرض، ومديره الفرقه واللي في الفرقه كلهم كانوا قايلين ان انت هتقدمي العرض دوت. وقعدت اسبوع بتمرن ان انا فعلا في اليوم المعين هلف وهعرض يعني قدام جمهور وقدام ناس. وجي في اليوم دوت الناس تانية من اللي معانا في الفرقه بيلفوا، دخلوا المديره قالوا لها لا دي لسه ضعيفه ولسه ما تنفعش مش عارفه ايه، المفروض ان انا جايه على اساس ان انا هلف تنوره اليوم دوت قدام الناس وقدام جمهور. فلقيتها بتقول لي مش هينفع النهارده انت مش جاهزه. قلت لها انت ما شفتنيش عشان تقولي انت جاهزه ولا مش جاهزه. المهم قالت لي مش هينفع وانا ما خاطرش ودي فرقه وليها اسم والكلام ده. قلت لها تمام. انا قعدت 17 سنه في الفرقه ديت، بس بسبب اللي حصل دوت قررت ان انا اسيب الفرقه، وقلت لهم انا بعد شهرين هكون احسن بتاعه تنوره واحسن من الشباب. خدتها تحدي ان انا يكون لا يعني يكون يا ما اكونش. احب اعرفكم انا زي اي ست بيت متزوجه، ليا اطفال، عندي ولدين، محمد 7 سنين وعندي آسر 3 شهور. بهتم ببيتي زي اي واحده. شغلي ما بياخدنيش من بيتي، حتى كنت حامل في محمد وبلف تنوره لحد 7 شهور وانا حامل فيه. لكن كالشغل بياخدني من البيت دي ما لهاش علاقه خالص، زي اي واحده بتشتغل في اي مجال تاني. مفيش اي مشكله بالنسبه لي، انا بروق وانا بطبخ وانا بغسل وانا بذاكر لمحمد وبهتم بجوزي وبهتم بعيالي، كل حاجه انا اللي بعملها بنفسي مفيش اي مشكله. وبهتم بمحمد ان انا اذاكر له عشان يبقى في مقامه معينه عاليه. تعالوا اوريكم بقى محمد ابني. ده محمد ابني تانية ابتدائي. تعالوا بقى نشوف مع بعض كده احنا بنذاكر شويه، هو فاشل شويه بس مش قوي يعني. سي كار كار يعني سياره. كات يعني ايه؟ قطة. شيز يعني جبنة. دي دونكي. دونكي يعني ايه؟ حمار. دج بطة. دوج. كلب. اف فوكس. فوكس يعني ايه؟ ثعلب. فيش سمكة. ورد. معناها فلاور. صح؟ فلاور.
هناء دايما حريصة على شغلها وبتختار لبسها بعناية شديدة، وليها ذوق مختلف وكمان مميز. وعلشان هي بتثق في رأي ابنها محمد بتستعين بيه دايما في اختيار الألوان، لأن دايما بيقولوا رأيين أحسن من رأي واحد. طبعا مفيش حد بيبقى سعيد اكتر من يكون في بيته وبيبقى مرتاح وهو في بيته، وانا بقضي اسعد اوقات حياتي في بيتي مع ولادي مع جوزي. تعالوا بقى اوريكم معايا اوضه النوم بتاعتي عشان افرجكم على حاجات في الدولاب مش هتلاقوا معايا حد غير عندي انا بس. تعالوا. هو اوضه النوم تقليديه، لكن اللي جوه الدولاب هو اللي مش تقليدي. ده بقى لبس التنوره بتاعي، عباره عن جلباب، بنطلون بيبقى نازل نفس لون الجلباب، ومعايا تاني دي ثابته اسمها ثابته، وده العنتاري، الثابته والعنتاري. ودي اللبس اللي انا بحبه جدا، لان اللبس دوت طبعا بعتز بيه لانه بتاع التنوره. و اقول لكم ايه، كل حياتي يعني. واتمنى ان انا اجدد وافكر اعمل لبس مختلف، لان ده يعتبر تقليدي زي بتاع الشباب، بس انا اتمنى ان انا اجدد واعمل فكر جديد. وزي ما جوزي قال لكم ان في موضوع جديد احنا بنعمله ان شاء الله على رمضان، فاحنا مصممين لبس جديد وعاملين لبس جديد ليه حاجه تانية طبعا مختلفه عشان يناسب مع الجو اللي احنا ماشيين فيه. ويا رب اتمنى ان الفكره تعجب الناس وتتقبل استحسان الجمهور، ويا رب اتمنى كل خير. حابه بقى اعرفكم ادوات التنوره. هي عباره عن التنوره الاستعراضي، عباره عن ضفوف ماشي. في ناس بتعمل 4 ضفوف، في ناس بتعمل 6 ضفوف، انا معايا 4 ضفوف النهارده. التنوره نفسها هي قطعتين ارضيه تبقى طبقه واحده، وبعدين فانوس طبقتين، والثابته والعنتاري والجلابيه والبنطلون زي ما انا قلت لكم. بقى اعرفكم باسرتي: جوزي، ابني ياسر، محمد ابني، ماما، اياد ابن اختي، اختي، ودي اسرتي. والله انا اول ما عرفت هناء عجبني فيها ان هي عندها طموح، بتحب تعمل دايما الحاجه الصعبه جدا اللي تكون صعبه على الناس وما تكونش هي، يعني ما يكونش في حد تاني بيعملها. واختارت ان هي تتعلم التنوره وساعدتها ووقفت معاها لحد ما اتعلمت. الحمد لله طلعت تلميذه كويسه، تفوقت الاستاذ بتاعها. سافرت ولفت العالم، راحت فرنسا وراحت الصين وراحت تركيا وراحت العراق، راحت دبي وراحت الكويت، راحت حتت كتير جدا. والحمد لله يعني هي طلعت يعني حد كويس، اتعلمت بسرعة وتفوقت زي ما قلت لحضراتكم ولفت العالم. وان شاء الله اشوفها في احسن حال وتكون دايما متألقة واشوفها في نجاح دايما ان شاء الله. في بداية الجواز كانت هناء يعني زيها زي اي بنت، ممكن تكون ما بتعرفش تعمل اكل كويس، ممكن ما تكونش بتهتم بالبيت، بس الفترة دي الحمد لله عدت ودلوقتي هي ست بيت شاطرة، بتعمل لنا كل حاجة، ما بتأثرش، ما بتعملش فرق ما بين الشغل وما بين العمل اليومي في البيت. والحمد لله عايشين عيشة مستقرة زينا زي أحسن حد الحمد لله. وبتمنى لها التوفيق إن شاء الله وتكون في أحسن حال ونعجب الناس ونعجب جمهورها اللي بحبها ونكون كويسين، مش عايزين أكتر من كده. من ناحية التمرين والتريننج اللي احنا كنا بنعمله ساعة ما كانت بتتعلم هناء. هناء كانت تلميذة شاطرة، كانت بتستفيد. لو انا بديها معلومة بنسبة 1% كانت هي بتاخدها بنسبة 10%. وده مش كلام انا بقوله خلاص، لا ده حقيقة. هناء دماغها كويسة جدا في الحاجة اللي هي بتحب تعملها كويس.
غير كده عمرها ما هتعمل اي حاجه ما بتحبهاش. والحمد لله وصلت للمرحله اللي انا عايزها، وان شاء الله في جديد احنا يعني مستنيين على دخول رمضان الجاي ان شاء الله في جديد هنعمله، وفي حاجه مفاجاه جديده جدا من نوعها برضو، ودي اول مره حد يعمل حاجه زي دي في التنوره وبالذات بنت. ان هي اصلا صعبه من نوعها. احنا عارفين ان في رقصه الشمعدان، دي رقصه ملهاش علاقه بالتنوره خالص ولا ليها اي مساس بالتنوره، لكن احنا جمعنا ما بين الاتنين، ما بين الشمعدان وما بين التنوره في حاجه واحده. التنوره اصلا كده كده هي صعبه بعيد عن اي حاجه، والاصعب منها ان الشمعدان ازاي البنت اللي بتلبسه تتحكم فيه على راسها ازاي، ده قصه الشمعدان. احنا عملنا الاتنين دول في حاجه واحده، خليتها بتلف تنوره وهي لابسه الشمعدان وهو مولع بيه، يعني حاطين له الشمعدان مولع عليه وهنلف بيه بشكل استعراضي، حاجه هتبقى صعبه جدا ان شاء الله. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان انا عرفت المجال ده اساسا، دخلت الفن دوت من طرف ماما، ان لما كانت هي في المسرح وانا كنت معاها وانا عندي 4 سنين. بعد كده لما وصلت 6 سنين هي عرفت ان في حاجه اسمها اطفال مصر، فدخلتني ليها وهي اللي شجعتني وهي اللي قالت لي استمري. ولما لقيتني ان انا زي اي بنت طفله صغيره افتح التلفزيون اسمع اغاني اقعد ارقص عليها، احب المزيكا احب التمثيل احب الغنى الحاجات ديت، فهي اللي شجعتني وهي اللي وقفت جنبي. وبرده لما عرفت ان انا هغير الموضوع من الفن الشعبي للتنوره ساعدتني وقالت لي انا معاكي باي حاجه انت عايزاها، كماديا كمعنويا اي حاجه هي وقفت جنبي فيها. هناء واسماء حبوا الفن وحبوا لقيت عندهم موهبه، فكانت في ساعتها فرقه اطفال مصر، فقدمت لهم فيها واشتغلوا في اطفال مصر وتطوروا في شغلهم وكده وبتاع. ابتديت اشجعهم وابتديت ان انا اروح معاهم في كل مكان، ومطرح ما يروحوا ابقى معاهم وكده وبتاع. فلقيت هناء تطورت بعد ما كبرت وبقت 6 سنين وكده، واشتغلت وبقت يعني ممتازة هي واختها في الفنون الشعبية. لما طلعت الفرقة الكبيرة ابتدأت تبص للحاجات الصعبة، عايزة تعملها، عايزة تقول لي ايه رأيك يا ماما، ايه رأيك انا نفسي في التنورة كده. قلت لها يا حبيبتي والله لو انت شايفاها انت هتقدري تسلبي فيها مشي واعملي اللي انت حباه واللي انت عايزاه، وانا عندي استعداد اعمل معاكي كل حاجه واقف جنبك في كل حاجه. فكانت بتقول لي خلاص يا ماما انا هتعلم واتمرن وكده وبتاع. فاتمرنت، فجت اتعرفت على شريف، فقالت لي يا ماما ايه رايك في شريف، انا عايزه هيعلمني التنوره وكده وبتاع. فقلت لها وماله وخليكي كده، مع بعض يشتغلوا وبقت يمرنها وبقى يعني يحفظها الشغل ويخليها تبقى يعني مرتقية فيها قوي يعني. فهي بصراحة عملت الشغل كويس والحمد لله. مرة راحت حفلة رايحة لفنون شعبية ورايحة تعمل تنورة، فبيقول لها فين التنورة ما عدا لسه ما اتلبستش كده. قالت له انا اللي هعمل تنورة. قال لها ايه ده معقولة؟ فالراجل ذهل وفوجئ بان بنت بتعمل. قال لها انا اول مرة اعرف ان في بنت بتعمل تنورة. قالت له لا انا اللي بعمل تنورة. قال لها معقولة؟ قالت له حضرتك هتيجي وتشوف. فدخل معاها وشافها وهي بتعمل التنورة، فبقوا منبهرين كلهم بيها، ولدرجة ان بقوا يعني قعدوا سقفوا لها التسقيف جامد وقالوا لها خلاص انت بعد كده انت اللي هتبقي معانا وانت اللي هتبقي على طول ماسكة الموضوع دوت الحفلات.
وانت اللي هتبقي تعملي لنا على طول تنوره وكده وبتاع. دي اختي اسماء حبيبتي، اصغر مني ب3 سنين. في الاول واحنا صغيرين ما كانتش مرتبطين قوي ببعضينا، ان انا كنت اكبر منها وكده، فانا كان ليا اصحابي واصدقائي، فكان ليا عالم وهي كان ليها عالم تاني. بس لما انا اتجوزت وبعدت عن البيت، فزي ما نقول احنا حسينا ببعض اكتر. انا طبعا كنت ببقى مبسوطه جدا ان هي اختي طبعا احسن واحده بتلف تنوره، وهي اول بنت في مصر بتلف. بس هي كانت بتحب التنوره جدا، وشريف جوزها هو اللي حببها فيها. هي بصراحه تفوقت زي الشباب بالظبط، وهي احن واحده فينا كلنا في اخواتنا، وحن واحده على بابا وماما عني وعلى اخويا. وهي شاطره بصراحه، ربنا يعني يدملها على خير، ويا رب يعني تنجح، ويا رب تبقى احسن، تتفوق احسن اكتر. وهي سافرت كتير، وهي راحت بلاد كتير لفت بيها تنوره، وفي اماكن راحت بيها فنون شعبيه. بس هي يعني ربنا يكملها على خير يا رب. انا اتعلمت من ماما وماما انا الف التنوره، وبحب التنوره زيهم. كل ما اشوفهم عايزه اقلدهم. اوريكم بقى انا الف التنوره ازاي. أنا أول مرة شفت هناء كنت بره في شغل في الصين، وبعدين اتفرجت عليها بالصدفة في قاعة هناك في مطعم يعني شرقي، وشفت شيء غريب جدا ان اول مرة في حياتي اقابل واحدة بتلف تنورة او بتتحرك بتنورة. وده طبعا بالنسبة لنا على طول كنا بنشوف الرجالة، وحسيت قد ايه الناس مبهورين بيها، وحسيت قد ايه ان هي بتقدم رسالة في الفن الشعبي مش موجودة في مصر ومش موجودة في حتت كتير، لان من النادر بيتهيألي ان انت تلاقي حد عنده القدرة على انه يلف كل الوقت دوت ويكون بنت مش ولد. وده شيء بالنسبه لي كان غريب جدا. وقد ايه شفت رد فعل الناس والجمهور وهو قاعد بيتعشى وبيتفرج عليها في الاماكن بره، وقد ايه كانت عامله بصمه لاسم الفن الشعبي المصري. المرأة المصرية إذا صممت على العيش عاشت، وإذا أرادت الصعود في سلم الوجود صعدته ووصلت إلى أعلى درجاته. ليس الأمر سهلا، ولكن الإرادة القوية تحطم القيود وتزيل الصعاب وتتخطى المشاق. سر التنوره انك تحب التنوره عشان التنوره تحبك، ما تاخدهاش كماده ولا كشهره ولا الكلام دوت. اعتبريها زي اي حاجه في الدنيا، ان انت لما بتحبي الحاجه ديت الحاجه كمان بتحبك وبتديكي. كمان التمرينات بقى اللي المفروض تتعمل للتنوره هي حاجه بسيطه جدا، ان انت تلفي يوميا 2 أو 3 ساعات في اليوم، تبداي تلفي دايركت مستمر علشان تكسري حاجه اسمها الدوخه، اللي هو بحس ان مهما الف من وقت ما ادوخش. فهي ديت التمرينات. اكل وشرب والكلام ده كله زي اي واحده في الدنيا بتاكل وبتشرب وما فيهاش اي مشكله يعني. ما هياش يعني ليها حاجه معينه، لا هي كل اكتر حاجه ان انت تحبيها وتمرني لها كويس. وابداي فكري بقى، يعني كل واحد ليه فكره وكل واحد ليه خياله ان هو يفتكر الخطوه دي ممكن غيري ده بيعملها كده، طب ليه انا ما اعملهاش بالطريقه ديت؟ فممكن الحركه دي تتنسب ليا او تتنسب لغيري او تتنسب لكل واحد بيعمل حركه تسمى على اسمه. زي اي حاجه في الدنيا كل واحد بيخترع لها حاجه، فالواحد بيبدا يطور من نفسه، يبدا يحسن من مستواه اللي يكون افضل ما يكون.